الأهلي يفوز على سيراميكا في نصف نهائي كأس السوبر المصري. استعنا على الشقة بالله. طب يا جماعة، يعني أبشركم بموسم منايل بستين نيلة فوق دماغ الأهلاوية. موسم صفري، موسم أسود، موسم هيبقى الأسوأ بكل ما تحمله الكلمة من معنى. قول لي متشائم، اخبط دماغك في الحيط لو انت شايفني متشائم. انا متشائم. اخبط دماغك في 100 حيطة قدامك لو انت شايفني متشائم. لان لو انت شايفني متشائم انت اعمى، ما بتشوفش اصلا. ده ولا اداء، ولا تشكيل، ولا روح، ولا لياقة، ولا اي حاجة في الدنيا، ولا انضباط، ولا اي حاجة في الدنيا. هنتكلم النهاردة عن الماتش باستفاضة كده، واحدة واحدة، وصلي على النبي. اولا، كولر بدأ بتشكيل. انا كتبت كده على صفحتي على الفيسبوك ان البانجو رجع مصر حقيقي والله. بدأ بتشكيل شوبير، مصطفى شوبير حلوة جدا، رامي ربيعة وياسر ابراهيم لا تعليق، يعني هو كده كده هما الاثنين بيلعبوا. عمر كمال عبد الواحد ويحيى عطية الله، مجبر اخاك لا بطل، وتحديدا في يحيى عطية الله، يعني ما عندناش غيره. طبعا انا متحفظ على مستواه جدا، هو مستواه اقل من العادي بالنسبه لي، ولو انت مختلف معايا برضه اخبط دماغك في الحيط. نفس الشخص اللي بيقول لي انت متشائم بقول له تاني اخبط دماغك في الحيط، هو نفس البني ادم على فكره، او نفس نوعيه البني ادم. بس مجبر اخاك لا بطل، يعني ما عندناش حد تاني للاسف الشديد. علي معلول لسه في الاصابه ولسه بيتعافى يعني. خش بقى على البهريز، يعني اللي جاي ده البهريز بقى. كريم نيدفيد الشهير بكريم وليد. ايه ده؟ ايه ده؟ خير. والله العظيم انا بنسى انك بتلعب في الاهلي، ورحمه ابويا في تربته انا بنسى اصلا انك لسه بتلعب في الاهلي. اكرم توفيق، وقدامهم بهاريز بقى. اللي جاي ده بقى هريز يا جماعه، اللي جاي ده بقى كل الايه العكاوي كلها. وقدامهم قفشه، وامام عاشور، وبيرسي تاو، وطاهر محمد طاهر. هو ده تشكيل النادي الاهلي اللي بدا بيه النهارده. اول 16 ثانيه جبنا جول، مفيش بدايه احلى من كده. وبرغم ان هي بدايه جميله جدا، يعني هي بدايه عاديه او بدايه حلوه لما تشوفها اللي انت تحط جول في الدقيقه في الثانيه 16. انت يعني طبيعي جدا هتتفائل. انا بقى من الناس، عشان انا متشائم دايما، من الناس اللي بكره الموضوع ده جدا. لما الاهلي بيحط جون بدري بكره حياتي كلها. برتاح نفسيا بس بكره نفسي في نفس الوقت. ليه بقى؟ لان بيبقى ماتش اسود على دماغنا، بتشوف اداء من ب 60 حتى لو تشكيلك كان كويس، فما بالك بقى انت تشكيلك وحش. فطبعا كنت متوقع تماما تماما ان احنا هنشوف اداء كارثي، وعينك ما تشوف الا النور. جبنا الجول من هنا ورجعنا، بدأنا فترة أو فقرة العك الكروي اللامنتهي. عك كروي لا منتهي، ولا أداء ولا باص ولا قطع ولا تشكيل تفهم منه طريقة لعب معينة، ولا جملة بتتعمل ولا أي حاجة، اللهم إلا الشوط الأول كله. الكابتن صاحب الكوره امام عاشور، الكوره بتاعتي يا جماعه ما حدش ليه علاقه بيها، ما حدش دعوه بيها، واخد الكوره عايز يرقص، واخد الكوره عايز يتدلع، واخد الكوره عايز مش هينفع نكمل الجمله. حط واحده كده في الايه، في العارضه فوق، وبعد كده عينك ما تشوف الا النور. غسيل ومكوى يابا. سيراميكا بلط الاهلي النهارده، اقسم بالله الشوط الاول بلط الاهلي. هو ده احسن تعليق، سيراميكا بلط الاهلي. والله العظيم صرمكنا بلطنا يا جماعه. ترقيصات وجمل وان تو، لعب سريع وتحركات اوفرلابنج وقطع بالكره وحطك في تلت ملعبك. الزمالك كان حطك في نص ملعبك، دول حاطينك في تلت ملعبك، وعرضيات وترقيصات وايه، تحفيل تحفيل. عمل عليك كل حاجه الشوط الاول، وكللت جهودهم الحقيقه بهدف جميل في الشوط الاول عن طريق فخر اللقاي، بعد كوره راحت وجت 100 مره. الحقيقه مصطفى شوبير هو كان نجم الشوط الاول الحقيقه، يعني بما بذله من كل اللي ممكن يتعمل في الدنيا عشان يقدر يطلع بنتيجه الشوط الاول 1-0. لكن شاءت الاقدار، والحقيقه ده الحق بتاع ربنا وده العدل بتاع ربنا، انك الشوط الاول يطلع 1-1 بعد الاداء المسرحي اللي انا شفته ده. طيب، كولر ما بين الشوطين، طبعا انا كتبت بين الشوطين كده على الفيسبوك ان دي لعيبه بنت، ما كانش ينفع يشتم ويتحرقوا 1-1، لان الموضوع كان مؤذي نفسيا جدا يا جماعه. كولر بين الشوطين هيعمل حاجه؟ لا مش هيعمل حاجه. نزل الشوط الثاني يا مولاي كما خلقتني، هي نفس الفكره ونفس الاداء بنفس التشكيل. لكن تشاء الاقدار ان بالصدفه البحته
كره تتلعب بالعرض من كورنر ليحيى عطيه الله، رفعها حلو قوي، دخل طاهر محمد طاهر يحط الجول الثاني بمنتهى الاريحيه وبمنتهى الهدوء. تحس كده ان الجول الثاني ده جه عشان يهدينا نفسيا من وجع القلب اللي احنا شفناه في الشوط الاول. طيب نلعب بقى على الجول؟ لا ما نلعبش على الجول. طب نغير؟ لا ما نغيرش، كل حاجه هتفضل زي ما هي. يمسكوا ملعب ويمسكوا كوره ويدوروا كوره ويروحوا، بس ما عدا حاجه واحده زادت. انا شفت كوبري النهارده يا جماعه من احلى الكباري اللي شفتها في حياتي والله العظيم. كوبري ولا اروع ولا اجمل ولا احلى على كابتن شوبير. احمد القندوسي ادى كريم ندفد كوبري في نص الملعب، اقسم بالله كيفني كوره. انا كنت يعني انا بلعب كوره وراجل اشول على قد يعني، بس بحب الحاجات دي في الكوره، الحاجات دي بتبسطني، بحب اشوفها يعني. فلما الراجل خد الكوبري في نص الملعب، ايه يا ابني ده؟ ايه يا ابني الحلاوه دي؟ ايه يا ابني الحلاوه والجمال ده؟ حته كوبري يا ابويا، حته كوبري، ما علينا. طيب انا مش شايف في الاهلي خالص غير لعيب واحد يا عيني عمال يحرق في نص الملعب، يحرق بنزين 95 و92 وسولر وكل حاجه، عمال يحرق اكرم توفيق، ويخش يضرب ويخش يهبد الى ان جاءت كوره كده في نص الملعب، او مش نص الملعب يعني، هنقول كده في الدقيقه مثلا 75 اتصاب عمر كمال عبد الواحد ونزل عمرو السوليه بقى، ونزل مروان عطيه، ونزل كوكا، ورجع اكرم توفيق يلعب باك رايت. ففي كوره كده في نص الملعب، الكوره واكرم توفيق كان عنده انذار في الشوط الاول، خلي بالك الكوره راحت جايه في ايد اكرم توفيق وهو نازل لها، يعني هو نازل لها بايده. اقسم بجلاله الله حال كره القدم المصريه ما يتصلح طالما في احمد الغندور وامثاله، طالما في محمد معروف وامثاله، طالما في وفي وامثاله، اقسم بالله ما يتصلح. اكرم توفيق يطرد، وكوره الزمالك اللي هي دخلت في الدقيقه 97 كوره بيراميدز الهدف الثاني اللي ناصر منسي الاسطوره دخلها في نفسه، هي كانت داخله كده بس احنا كنا عايزين نحفل، يعني هي كانت كده داخله. الكره دي انا مش عارف هي اوفسايد اللي حسبت ازاي، ما علينا، خلينا في ماتش الاهلي عشان نتكلم على الزمالك ده النهارده كمان. المهم اقسم بالله العلي العظيم اكرم توفيق اتطرد، بس عشان مفيش عداله في الكره المصريه فاكرم توفيق ما اتطردش. وبالرغم من كل محاولات سيراميكا الحقيقه الفريق المجتهد جدا اللي والله انا بدات او انا هبدا السنه دي اتعاطف معاه، لانه فرقه جميله قوي، بتلعب كره حلوه قوي، كره سهله. عندهم احمد بالحاج لعيب كويس قوي، عندهم زلاكا لعيب كويس قوي، عندهم فخر اللقاي لعيب كويس قوي، عندهم طبعا احمد القندوسي نجم الفرقه متالق عامل اداء عالمي، عندهم شويه لعيبه حلوه لعيبه كويسه، لعيبه كوره يعني، يمتعوك كوره يعني، يكيفوك كوره يعني. اكرم بتاع ده كريم ندفد خد حته كوبري يا جماعه، انا مش قادر انساها، كوبري جامد، كوبري شوارع يعني، بيكيفني كوره بصراحه الواد ده، ما علينا. طيب كولر بدا عمل شويه تغييرات كده، نزل عمرو السوليه، نزل كل لعيبه نص الملعب اللي عنده، نزل عمرو السوليه ونزل مروان عطيه ونزل كوكا، وطلع بتاع ده قفشه، وكان عمر كمال عبد الواحد اتصاب، وطلع بيرستاو، ونزل كمان حسين الشحات، وطلع طاهر محمد طاهر، ونزل وسام ابو علي. دي كانت تغييرات الاهلي من كولر. طب هل عملت اي نوع من انواع التغيير؟ الاجابه لا. طب هل عملنا اي جمله طول الماتش؟ الاجابه لا. انا الحاجه الوحيده اللي انا كنت متاكد منها مليون في الميه ان هي متقاله النهارده، لان هي لو ما كانتش متقاله تبقى مصيبه اعظم، يعني تبقى مصيبه اكبر، ان يا امام خد الكوره وحاول تجتهد يا ابني، حاول تشوف اكل عيشك، حاول ترقص 3 4 5 6 كده وربنا يكرمك بالحلاقه الجديده بتاعتك دي. قال يعني ملتزم امام عاشور يا جماعه، مفيش كوره طلعها من رجله بسرعه، كوره واحده ترضي ربنا عملها صح، غير الكوره بتاعت الشوط الاول اللي حطها في العارضه في سقف الجول دي. وبعد كده عك يابا، عك، خد الكوره وحاول ترقص 2 ب3 و1 وايه يابا، يعني في ايه يا عم امام؟ في ايه يابا؟ دي لعبه جماعيه يا عم، انت ما بتلعبش تنس طاوله، انت ما بتلعبش بينج بونج، انت بتلعب مع 10 لعيبه كمان. مش ممكن امام عاشور هتكمل معانا، هتكمل حياتنا كده يعني، هتكمل معانا حياتك كده. المهم بينتهي اللقاء، عشان اللقاء ما فيهوش رغي كتير في الشوط الثاني، بينتهي اللقاء 2-1. انا عندي بس شويه ملاحظات وشويه رسائل عايز اوجهها قبل ماتش يوم الخميس اذا ما كنتش غلطان، يعني ماتش الزمالك. يعني احنا يا جماعه من المرات القليله في حياتي برضو اللي انا كنت قاعد بتمنى هزيمه الاهلي، انا مش عايز اقابل الزمالك الحقيقه، مع اني عندي كميه غل غير طبيعي ان انا نفسي اقابلهم وادوس عليهم نفسي قوي ومنيت حياتي والله العظيم، وقد كان يعني هنقابلهم. بس انا لا انا فاهم غلط يا جماعه، انا كنت غلطان والله، انا غلطان. الغل ده انا اخليه لما اشوف لعيبه رجاله، او الغل ده اخليه لما اشوف جيل فعلا عنده من الحماس اللي يخليني انا اغل
ونبدا كلنا كاهلاويه نغل ونقول يا رب احنا عايزين نلعب الفرقه تاني عشان ندوس عليهم، بس اللعيبه دي مش هتدوس عليهم، اللعيبه دي هتدوس عليهم تاني، اللعيبه دي هتتغلب تاني بالمنظر ده. انا كنت غلطان لما كنت بتمنى مقابله الزمالك، لا انا غلطان يا جماعه، انا بعترف بغلطي. الزمالك انا مش عايز اقابله، الزمالك هيودينا في داهيه لو احنا هنلعبه خلاص للاسف الشديد يعني. الزمالك للاسف هيكسب الاهلي تاني، وهنتكلم ان شاء الله في الفيديوهات الجايه بصوره فنيه عن العك الكروي اللي احنا خدناه او اللي احنا شفناه. تعال ندي تقييمات اللعيبه بسرعه جدا. مصطفى شوبير 8 من 10، احسن لعيب في الاهلي من وجهه نظري. رامي ربيعه 7 من 10، كويس ما كانش وحش قوي. ياسر ابراهيم 2 من 10. عمر كمال عبد الواحد 3 من 10، مستوى سيء جدا جدا جدا. يحيى عطية الله، طبعا اللي عارفين ان انا بحب علي معلول، ده اكتر تاني لعيب في النادي في تاريخ النادي الاهلي بعد ابو تريكه بحبه علي معلول. بس يحيى عطية الله 1 من 10، لعيب عادي جدا جدا. كريم ميدفيد 0 يعني ما فيهوش هزار، ولو في ماينس اديك ماينس. اكرم توفيق 5 من 10، محتاج بس تهدى شويه في الالتحامات. لعيب جامد جدا وبتعمل كل حاجه وبتعمل اكتر، بتطلع اكتر حاجه عندك كل ماتش، الله اكبر ربنا يحميك، بس محتاج تهدى شويه في الالتحامات. 5 من 10. بيرسي تاو 1 من 10. امام عاشور 1 من 10 عشان كره العارضه بس اللي حطيتها. طاهر محمد طاهر 7 من 10، كويس يا طاهر، بتلعب على قد امكانياتك، انت امكانياتك محدوده انا بعترف بده او انا مقتنع بده، بس بتحاول تجتهد وتشيز تمام. 7 من 10، كويس يا طاهر. عمرو السوليه ما اقدرش اتكلم عليه قوي يعني، 4 من 10. قبل بس عمرو السوليه محمد مجدي قفشه 2 من 10، الله اكبر بارك الله فيك يا قفشه، الله اكبر، حلو اعلان دومتي انت وامام عاشور، كملوا استمروا في الاعلانات، بوسه مني. يبقى امام عاشور 2 من 10، عمرو السوليه 3، مروان عطيه وكوكا نزلوا وظبطوا الدنيا شويه، ممكن نديهم 5 من 10. حسين الشحات 2 من 10، وسام ابو علي 2 من 10. ده تقييم لعيبه الاهلي النهارده. واحده من اسوأ مباريات كولر، واحده من اسوأ مباريات كولر اللي لعبها في الفتره الاخيره بجانب مباراه الزمالك اللي فاتت. فاحنا ان شاء الله بادئين كده بدايه الله اكبر عظيمه جدا. فليذهب من يطبل ويصفق للعيبه الاهلي واداره الاهلي الى الجحيم، طالما الى الجحيم والله العظيم، فلتذهب انت ايها الرجل اللي انت عارف نفسك كويس، اذهب الى الجحيم انت وامثالك طالما هتقعدوا تطبلوا للاداره واللعيبه بالقرف اللي احنا شايفينه ده. اشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.